قال: كيف كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تروي الأحاديث. كانت أم المؤمنين عائشة حينما تروي الأحاديث من خلف حجاب، يكلموها وهي في بيتها وتكلمهم من خلف الباب أو من خلف حجاب، من خلف ستره، من خلف برده، ما يدخلوش لعندها أبدا إلا من كان من التابعين من أقاربها، مثل عروة ابن الزبير، مثل عروة ابن الزبير فهو ابن أختها وهي خالته، وكذلك عبد الله بن الزبير، لأن عبد الله بن الزبير صحابي وعروة بن الزبير تابعي، وكلاهما ممن كان يدخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ولهذا وكذلك ممن كان يدخل عليها من أقاربها القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وذلك لكونها عمته أخت والده وهو محمد بن أبي بكر الصديق.